السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة حلوة لإفطار رمضان، ان شاء الله خفيفة وسهلة وهتعجبكم بإذن الله. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول ونوحد الله. هنا بقى معايا حلة على النار وحطيت معلقتين زبدة ونزلت باللحمة شوحتها كويس جدا في الزبدة. جبت البهارات بتاعتي ولا قراوة، حبهان، فلفل اسود، عود قرفة، آه وحطيتها على اللحمه وقلبتها زي ما انتم ما شايفين كده. انا بحب احط جزر عليها. نزلت بطماطمايه وجزرايه مقطعاها مكعبات، والجزره دي مش اجباري، ده اختياري زي ما انت ما بتحبي، بس انا بحبها في الشوربه، بتديها طعم حلو. وبصلايه، ومعايا ميه سخنه من الكتل ونزلت بيها كده. اللحمه بتاعتي هسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعض على النار في قلب الحله، تستوي بقى براحتها. وهنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. النهارده اكلنا بسيط وخفيف وسهل جدا على فكرة. هو مش بكتر الاكل يا جماعة، انتوا عارفين طبعا ان الاسعار غليت جدا الفترة دي، والجو ما بقاش زي الاول خالص. فطبعا يعني مش بكتر الاكل، والواحد على ما بيشرب العصير وكده فبتحسي ان انتي طبعا مش قادرة خلاص يعني. يعني نعمل الاكل اللي هو هيتاكل واللي على القد. هنا بقى جبت حلة، حطيت فيها معلقة زبدة وبصلاية مفرومة وشوحتها شوية على النار، ونزلت بمعلقة توم صغيرة ومعلقة هريسة. انا هنا هعمل معاكم طاجن بامية باللحمة. وبعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين. انا مش عايزة البصلة تحمر، هي بس تشويحة بس كده. هجيب بقى الكيس البامية وهنزل بيه في قلب الحلة اهو زي ما انتم شايفين. بصوا، ده طبعا بامية دي متفرزة عندي، انا كنت مفرزاها، وده اخر كيس كان عندي من البامية اللي متفرزة في الفريزر، فقلت بقى استغله واطلعه بقى واعمله ايه، طاجن بامية. كل يوم بقى عايز تغيير بقى في الاكل، وكل يوم بقى بتفكري. حطيت بقى مكعب من الماجي، ونزلت بحبة فلفل اسود ومعلقة بهارات صغيرة ونص ليمونة. النص ليمونة دي انا بحب اعصرها لاني بتخلي البامية لونها بيفتح كده وبتبقى خضرة وحلوة، بالذات المتفرزة. فانا طبعا بقى بعزز بقى لونها كده، وبتفتح بقى لون البامية وبتخليها خضرة. هي اصلا البامية بتحب الليمون. وهنا بقى عودين كزبرة خضرة، وده اختياري مش اجباري، مش حابة تحطيهم ما تحطيهمش، بس بيخلي البامية طعمها تحفة. هقلبها بقى كويس، وهنزل بقى بالطماطم بتاعتي. مش كتير، انا بحب البامية اللي هتتعمل في الطاجن، مش بحب احط لها صلصة كتير. حطيت بقى طبعا معلقة سكر، وهقلبها كويس وهسيبها تاخد غلوتين، وهنزل بقى في الطاجن وانتوا هتشوفوها دلوقتي. اهو جبت الطاجن. هنا بقى انا هعمل جنبها بقى رز معمر. قلت بقى لما اللحمه تستوي اعمل بقى الرز المعمر. هنا بقى كوبايتين من الرز، غسلتهم ونقعتهم حوالي نص ساعه. رز البلدي بتاعنا. دي علبه قشطه، انا كل ما بغلي لبن باخد القشطه بتاعته وبحطها في الفريزر، بصراحه بتنفع في اكلات كتير قوي انا ببقى محتاجاها يعني. باخد وش اللبن وبحطه في العلبة كده، ونزلت بقى بالمعلقتين القشطة على الرز، ومعلقتين زبدة بلدي متسيحين، وهقلبهم كويس جدا في قلب الرز زي ما انتم ما شايفين كده، ومعلقة ملح صغيرة. الرز المعمر ما تكترلوش الملح، خلي حياؤه كده حلو وبسيط، الملح بتاعه بسيط عشان تعرفي تاكليه وتستطعميه. هنا بقى طبعا، وفي ناس بتضيف له كوبايه زبادي، بس انا ما بحبهاش بالزبادي، انا حلوه قوي القشطه مع الزبده البلدي والملح. هنا طبعا بقى غليت اللبن بيغلي ونزلت بيه زي ما انتم ما شايفين كده. بس كان طالع طاجن رز بصراحه كان تحفه، كان مفلفل وحلو جدا اهو. نصلي بقى على الرسول ونوحد الله، ودايما يا جماعه ذكر الله في بقنا على طول. بصوا بقى الشوربه طلع لونها حلو قوي. هنا خلاص بقى كانت اللحمه قربت تستوي، حطيت بقى الباميه واللحمه. بصوا بقى انا حاطه في الطاسه اللي على النار دي معلقتين توم صغيرين مع معلقه زبده وحبه كزبره. دي بقى هطشها على الباميه على الوش كده في الطاجن قبل ما ادخله الفرن اهو زي ما انتم ما شايفين بقى كده. انا قلت بقى ادخل الطاجنين مع بعض علشان ايه، يستووا سوا مع بعض. وحطيت بقى قرن الفلفل دوت كده. بقى هدخلهم الفرن كده جاهزين لدخول الفرن. بصي شكله عامل ازاي، شكله تحفه.
هنا بقى كنت مقطعة بلح وغليت اللبن وحطيته عليه، وكان عندي قراصية وتين وحبة زبيب. انا بصراحة كنت هعمل اللي هو الخشاف، بس بقى غيرت رأيي ولقيت بقى في لبن زيادة، وقلت بقى ايه اعمل بلح باللبن انا بحبه، وحطيت عليه سنة قرفة بعد ما قطعت التين والقراصية عشان اعمل خشاف. قلت لا خلاص بقى انا ايه استعملهم بقى باللبن وكده. هنا بقى قليت بتنجان، وهنا طبعا دي الهريسة بقى بتاعتي، انا ما بستغناش عنها خالص في التلاجة، بتنفعني جدا جدا جدا. دايما بجيب الفلفل الاحمر دوت او الاخضر زي ما انت ما بتحبي، بفرمه في الكبة مع فصين توم، وبحط على الوش بتاعها زيت وحبة ملح، وبحطها في بطرمان في التلاجة، بتنفعني لحاجات كتيرة قوي. بصوا سريع جدا. انا هنا بقى طلعت منه معلقتين، حطيت نص ليمونة وحبة فلفل اسمر، وحطيت كمون وملح وعصرت ليمونة وخل، وخللت البتنجان وكان طالع طعمه حلو قوي. هنا بقى جبت حلة صغيرة، قلنا نعمل بقى شوية شوربة لسان عصفور، فبحمره بقى كده. هنا بقى حمرت لسان عصفور، وقلنا بقى نسقيه بقى من الشوربة الحلوة دي، كانت طالعة بصراحة طعمها حلو قوي، والجزر بقى مخلي لونها حلو زي ما انتم ما شايفين كده. انا بحب لسان عصفور مش بحبه يغلي على النار، هو يدوبك بياخد غلوة وبطفي عليه بيفضل مفلفل، وبصوا بيستوي على فكرة، مش ما بيستويش، لا بيستوي. في ناس بتسيبه بقى يغلي على النار كتير، لا انا هو يدوبك ياخد غلوة وبطفي عليه النار وبغطيه وبسيبه، هو بقى مع السخونية بص تلاقيه فلفل كده بقى واستوى وطعمه بقى حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين، وكل حبايب قلبي بألف خير. هنا بقى حطيت مكعب ماجي وقلبته بقى كده، غطيتها وهي دوبك هتاخد غلوة وهطفي عليها. بصوا بقى شكل الاكل بتاعنا كان بصراحة حلو جدا. هنا بقى كان لسه الرز معمر مطلعاه من الفرن، فتحته كده بقى بالمعلقة، قعدت انغص فيه بالمعلقة وحطيت عليه معلقة زبدة بلدي. انا طبعا بحب اشغل الفانوس ده بيغني لي اغاني رمضان، فبيعيشني اجواء جميلة جدا وانا في المطبخ. ده طبق السلطة، وده البلح باللبن، وكنت عصرة برتقان، والشوربة وطاجن البامية. بصوا بقى شكل الاكل كان حلو جدا. يا رب كده فيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي لسه بيخش على قناتي جديد ما ينساش الاشتراك في القناة عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.